محور حلقتنا ألا وهو بداية العام الدراسي الجديد. نتكلم أكثر في تفاصيل بداية هذا العام، ويانا أعزائنا المشاهدين الأستاذ علي ثابت محمود الأمين العام لمؤسسة الرسالة للتنمية والتعليم. صباح الخير أستاذ. صباح النور، أهلا وسهلا. جدا سعداء بوجودك اليوم ويانا. أكيد نتحدث بتفاصيل أكثر. بداية نشوف هذا التقرير سوية ونرجع مرة ثانية. يوم خاثا شيتا دراشيتا خثتا وخلمان مخدتاني بياش اللي يرشيمه بيت بيتو واثا وملباني لدعثيث تبنوني عم مقربنتا تمخيتا تزاقت مدرشتا الميدوعي بمشاريتا شيتا دراشيتا كزسباري لي آواه وملباني خاشيتا مليتا من منتيتا ومورايد بتمسقلي البرسوبايوتا تيوبالي أتياني أبن تخيرتت آواه مليتا من صورة قاشيتا دراشيتا إن هرب هاي عدانا متخموني لي بأن قايوتا تبنوني شقلي لدرشتا تويا الخمتا عم آها زونا وطواري عم بريتات خامخدورة الخيمة اللي قو مدرشتا وسدري من خاقيبا خينا غزاي وقت أهولت اقنمياي معبدوني لي على الخكمة بيتواثا من هادخ غزاي لي عسقوتا قو مبريتا دسني قواثات مدرشتا وسنقتي للمدخورت واليتت أواهي لي لأختشي قو مبريتا تأنسني قواثا إينا أبقارك مشوتي بيخم شوتبتا عاودتا قو عمليتات مولبتا كتعدرانا بين بيتوتا ومدرشتا السيلة لمطايا منتيتا أكاديميتا ومقروستات يالوبا كد ملباني وبيتواثا شوتابي لي قو بنايا الدعثيث تيوبالي إشقلياوي أمينا ومبرميتي الإغذاذي بتشاري الرابع قثريت هواي لي عليالوبي وآبن إفعس قواثا إينا الصورة بريسي لقاشيت دراشيتا خثتا تبنايا للدعثيث تيوبالي خاثي كالدعثيث إلي ملكانت أو تبالخ من تروسا وبقشيوثا وباني قشرة يلبانا ويذعتا وها مندي لي بايشمتو مما اتلاحو درانت بين بيتواثا وشوت آسي وملباني. رجعنا مرة ثانية أعزائنا المشاهدين ومرحبا مجددا أستاذ علي. بداية كيف تقيم استعدادات المدارس لبداية العام أو انطلاق العام الدراسي الجديد؟ البدء احنا نشكركم على هذه الضيافة وتسليط الضوء على أهم شريحة اللي هي التعليم والكوادر التربوية وانطلاق العام الدراسي. احنا نبارك طلابنا وكوادرنا المحترمة انطلاق العام الدراسي ونتمنى لهم التوفيق والخير إن شاء الله وعام دراسي مكلل بالنجاح والتميز. احنا نبارك لاولياء الامور وطلابنا افتتاح المدارس المشروع الصيني انطلقت هذا العام ان شاء الله، وكانت الحصه الاكبر للكرخ الثانيه بواقع 62 مدرسه فقط بالكرخ الثانيه. فهذا صار عن جهود وعن تنسيق مع المحافظه ومشكور دوله رئيس الوزراء دعم هذا الموضوع، واحنا جدا نشكرهم. يعني العام الدراسي ان شاء الله يعني استطاعت وزاره التربيه ان تحل جزء كبير من الدوام الثنائي والثلاثي، وتعرفين هذا هسه احنا عندنا مشكله كبيره كانت مشاكل بالدوام الثنائي والثلاثي. فمشروع القرض الصيني يعني كلش راقي ومجهز سبالت وبنايات رائعه وكلش راقيه. نعم. فان شاء الله هذا العام راح تنفتح. نعم ان شاء الله. يعني ان شاء الله احنا نستبشر بها خير. نعم اكيد ان شاء الله. حدثنا عن التحديات التي يمكن ان تكون واجهت هذه المبادرات او هذه الحملات. ابرز التحديات اللي واجهت التعليم بصوره عامه اللي هي توزيع الكتب بدايه العام الدراسي. منهاج تعرفين انت الطالب اول ما يجي لازم كتبه موجوده، فحاليا يستلمون كتب قديمه يسحبون من طلاب الكتب القديمه وترجع اعاده تدويرها للطلاب نفسهم. فاحنا نعاني من طباعه الكتب حقيقه. نعم. وعندنا بعد مشكله اللي هي قله الابنيه. انت تعرفين هسه زخم السكان ببغداد ازداد، كل المحافظات بشكل كبير التجأوا لبغداد، فصار عندنا زخم سكاني. هذا الزخم ما يوازي المدارس اللي موجوده داخل مناطق بغداد. فيعني احنا نتمنى انه هذا الموضوع يتوسع الى مدارس قرض صيني اخر ويستمر حتى نستطيع نفك الزخم، حتى تخلص. انا شنو عندي صف ب 50 طالب و70 طالب، يعني تتوقع استاذ او معلم او مدرس يدخل بصف 70 طالب. اكيد يؤثر ايضا على عمليه التعليم. اكيد. وصف تلقي المعلومه. نعم. الصف النموذجي يحتاج لستوي 30 طالب، هذا ما نشوفه احنا. ممكن نشوفه مدارس متميزين، بعض المدارس الاهليه ممكن نشوفه، بس كمدارس حكوميه لا، يعني قليل. يعني اقل صف هو ب 50 طالب، وانت بعد توقعي شلون توصل للمعلومه. نعم. فاكو صعوبه بايصال المعلومه. صحيح. استاذ علي حدثنا عن دور الاسره في عمليه التعليم وبدايه السنه الدراسيه، شنو يكون دورهم؟ هو عملية التعليم هو عملية تضامنية بين وزارة التربية وبين ولي الأمر. نعم. فاليوم 25% على المدرسة و75 يقع على عاتق ولي الأمر، فلازم ولي الأمر يتعاون بهذا الجانب. اليوم احنا من خلال اجتماعات اولياء الامور لازم يحضر. طبعا مع الاسف هسه يسمعون اولياء الامور حضورهم جدا ضعيف، يعني يصير اجتماع اولياء امور ماكو حضور، ما يهتمون للاجتماع اولياء الامور.
بينما هو هذا الاجتماع كلش مهم بالنسبه لهم. نعم، واساسي يكون مستوى ابنه وين وصل، مستوى الدراسي، ابنك ده يحضر، واكو موضوع جدا مهم. يعني انا اتمنى اولياء الامور انه من خلال قناتكم يسمعون هذا الموضوع، خلي يمنع ابنه من الذهاب الى نيكست ليفل والجيم سنتر، هاي الاماكن اللي هي مختلطه تصير. فهذا هو طالب سن مراهقه وانت توديه بهيك اماكن، هذا بعد وين يدرس؟ والتليفون الموبايل الانترنت، موبايل انترنت، هذا جدا اثر على مستوى العلمي للطلاب. نعم، نقدر نقول فاحنا هنا يجي دور الاهل، هنا دور الاهل، رساله للاهل انه يقللون من هاي نقدر نقول العاب او الالعاب الالكترونيه. يتابع ابنه وين يطلع، انت ابنك من يطلع يدخل شي اماكن، انت شنو هذا بعد وين بعد يدرس؟ ما يدرس بعد، هذا طالب واحد يتجه بغير اتجاهات. نعم، او لربما هاي الاجتماعات تساهم في معرفه سلوكهم، معرفه تصرفاتهم ويا الاصدقاء ويا الزملاء. صح. نعم، أستاذ علي، حدثنا عن خطط أو البرامج التي يمكن أن تسهم في تعزيز عملية التعليم في المدارس. كطلاب لو كوزارة؟ كوزارة أكيد. كوزارة، وزارة التربية حاليا عندهم نظام اسمه الإيمنس اللي هو إدارة المعلومات التربوية. نعم. في هذا طبعا توجه حكومي أن تحول كل المديريات وزارات إلى تحول رقمي، فدي يعملون بهذا الإجراء، دي يتحمم وزارة التربية أخذت من كل مديرية 10 أشخاص أو 10 كوادر من تربويين، دربوهم بالإعداد والتدريب، وحاليا جهزوهم نفسهم ال10 يدربون كل الكوادر الموجودة بكل المدارس. نعم. بعد مثلا هسه أنت كولية أمر من تروحين المدرسة بعد أن يتم بالمناسبة نطول مدة 6 أشهر. نعم. يعني التدريب أنه بعد يدخل حيز التنفيذ. هسه الرصافه الثالثه داخله حيز التنفيذ، بس بعد باقي المديريات تعرفين اكو تلكؤ بالعمل بالاداء، اكو تلكؤ. فمن يكمل ان شاء الله بعد الطالب يجي ينتقل بعد ما ياخذ ورقه لا يصير الكتروني. وهاي التجربه جابوا لنا اياها نقلوها عن طريق الاقليم كردستان، هو نفس التجربه موجوده عندهم. نعم. فنفس هذه نقلوها لبغداد. فهذا يعني توجه جدا راقي، يحل لنا مشكله التسويه اللي هي المحسوبيات المنسوبيات، وهذا صاحب فلان ويبقي بمدرسته ومدرسه بها كوادر 50 وفائض ومدارس ما بها كوادر. هذا النظام يحل لنا هاي اهم مشكله اللي هي تمس الطلاب. مثلا اكو هواي مدارس يعرفوها الصدر المدارس العامين بالقرى والارياف والاطراف قله كوادر، ماكو كوادر. نعم. بينما من انت باوع على المركز حق المركز بكادر فائض. ليش؟ هذا تعرفين قرايب فلان وصاحبه فلان ومطه ما اعرف وين ومشت الامور. فهذا وين ياثر اكيد على الطالب، الطالب راح يبقى بدون مدرس بدون معلم. فاحنا هذا النظام نتامل به خير، وهذا وزاره التربيه موجود. بالتوفيق ان شاء الله. حدثنا عن المشاريع التعاونيه بين مؤسسه رساله والجهات الرسميه في خصوص عمليه التعليم. مؤسسه الرساله دعمت المدارس الفرح النموذجيه للايتام، طبعا بالتعاون مع وزاره التربيه. صار توجيه من الاستاذ علي سعود مدير التعليم العام الاهلي والاجنبي انه اكو مدارس اسمها الفرح للايتام. نعم. انه يصير توجه دعم لها، الجهه الداعمه كانت هي المدارس الاهليه. الرساله هي اللي نفذت بالتعاون مع وزاره التربيه. رحنا زرنا مدارس في الكرخ وفي الرصافه، دعمناهم وعطيناهم مبردات وكسوه. تعرفين انه بها ايتام، فدخلنا عليهم شنو احتياجاتكم؟ قالوا عندنا مثلا نريد مبردات، جهزنا يعني بفضل الله مدرستين بالمبردات كامله. نعم. جهزنا طلابهم كسوه ملابس ومشت الامور، يعني صار اكو تعاون. نعم. مع وزاره التربيه لدعم هاي المدارس اللي هي حسب توجيه رئيس الوزراء. نعم، بركت هذه الجهود. استاذ، حدثنا اكثر عن تجهيزات باقي المدارس واستعداداتها لبدايه العام الدراسي. احنا هسه كل الضوء مسلط على مدارس القرض الصيني، انا اتمنى من النواب لجنه التربيه والساده اعضاء مجالس المحافظه المعنيين بالتربيه انه يتوجهون الى تجهيز هاي المدارس، يعني هاي المدارس هي جاهزه. نعم. بس بنايه يعني ما يصير انت تتركها بدون اثاث، يعني شلون هسه المدارس؟ يعني تدري هسه المدارس كلها متوقفه على اثاث، يعني كامله متوقفه. نعم. على موضوع تجهيز، شغله بسيطه لكن على موضوع تجهيز. اما باقي المدارس الطبيعيه انا جاي اتابع مواقع التواصل، اكيد حضرتك شايفتها، كل الكوادر تستعد لاستقبال الطلاب، زين الصفوف. نعم. بالنفاق والورد، استقبال لربما العمل الجماعي في تنظيف العمل الجماعي، المدير مع الكوادر. نعم. واكو بعض الكوادر راحوا صبغوا مدارسهم. صحيح. ورتبوها لاستقبال العام الدارس. فكليتنا اليوم احنا ماكو معلم ومدرس مو حريص، لان هذا هو ابني وابنك وابنائنا كليتنا هم هذول بالاخير. نعم. فلازم احنا نعتني بموضوع تعليمهم. أكيد شيء جدا جميل اللي شفناه بمواقع التواصل. أستاذ، أهمية الدمج الأنشطة اللاصفية في بداية العام أو لربما خلال السنة الدراسية كاملة، شنو أهميتها للطالب؟ أكيد يعني أهميتها واقع نفسي ومعنوي، دعم للطالب. اليوم أنا أجي شلون نقول أخذ طاقته من الطالب إذا أنا دخل للصف، إذا دخل بطاقة ممكن يصير حرك، ممكن يصير ضوضاء داخل الصف، بس أنا بهالأنشطة اللاصفية مثلا رياضة نظيم تمارين معينة مرتبة واخليه يدخل للصف، انه انا اخذت طاقته اللي هو. نعم. ممكن ياذيني، يستخدمها بجانب السلبي بالصف، ياذي اصدقاء. لا،
انا استنزف هاي الطاقه اخذها من عنده بانشطه رياضيه وانطيه صحه وادخله بنشاط حيوي بحيث يستقبل من عندي الدرس بصوره سريعه. نعم. اي هذا كلش نقدر مهم. نقول مو بس بدايه العام الدراسي، لازم في كل يوم او في قبل كل صف مثلا اثناء الدروس يوميا. نعم. ودرس رياضه لكل الطلاب. نعم، شيء جدا ايجابي. كلش مهم درس الرياضه. اكيد. استاذ علي، شلون تقيم دور المعلم في انجاح العام الدراسي وانجاح العمليه الدراسيه؟ المعلم هو اب وقائد وتربوي. المعلم هو قائد العمليه التربويه. نعم. اليوم احنا اذا اجينا وعدينا المعلم بصوره صحيحه اكيد النتائج راح تكون مميزه. نعم. انا اليوم شلون اعدل المعلم؟ انا اليوم المعلم خلي اجي ابحث المعلم مش محتاج. انا المعلم مو مخلي قاعد لي بسكن ايجار وقاعد براتب يعني ما يوازي الغلاء المعيشي واريده ينتج. هذا الشيء يعني فوق المستحيل. ورغم هذا اكو معلمين متميزين ويقدمون عطاء، بس المعلم بالعراق بحاجه الى تقدير. نعم. أستاذ، شلون نوصل إلى تعليم يضاهي الدول المجاورة أو يضاهي الدول العالم؟ نعم، احنا اليوم حتى نتقدم بعجلة التعليم لازم ننظر للدول المتقدمة ايش قدمت للكوادر، هاي ايش قدمت لوزارة التربية، التجارب الناجحة. هاي التجارب الناجحة. كمثال اليوم اجي انظر اقارن مقارنة بسيطة بين المعلم بالعراق وبين المعلم بالدول. هسه ما نروح للاجنبية الخليجية، نعم. راح القى راتبه هو اعلى اجر بالدولة، راح القى عايش بسكن ما محتاج سكن. هذا بعد ما يروح يدور خصوصي، هذا بعد ما يروح يفتح لي مدرسة أهلية المعلم. ليش يسوي؟ اذا الدولة منطيته بيت محترم وراتب يعني يوازي مثل ما قبل كم في يوم تفضل الدكتور قيس الكلابي مدير عام الكيخ الثانيه، طبعا قال انه لازم المعلم يصير اعلى حتى من الرئاسات الثلاثه. هو هذا الصحيح، هذا الشيء الصحيح. احنا بس سمعنا هذا التصريح حقيقه فرحنا، شفنا انه اكو شخص تربوي يحس بمعاناه المعلم. انت اليوم قدم للمعلم، ادعمه، فاكيد راح يقدم لك المعلم شيء اللي مو ببالك واكثر. اكيد، بالتالي يقدم اجيال. وبعد معنا من غير المعلم، انا خلي اوفر ابنيه جاذبه للطالب. انا اليوم كمثال حضرتك او اي شخص بينا كولي امر، اذا يذهب للمدارس الحكوميه ويشوفها مدارس حلوه ومرتبه والامور طيبه والقاعه والصف حلو، بعد يروح مدرسه اهليه؟ لا طبعا. زين ليش ما يسوون اللي بالاهلي بالحكومي؟ شنو المشكله؟ يعني معقوله صعبت على الدوله هسه توفر لنا مدارس يعني ضاهي، ترى اغلب المدارس اللي هي عباره عن بيوت. ترى اللي نعم، نشاهد في بعض المناطق المساحات الكبيره هاي معدوده، يعني قليلات ومعروفات، بس الاغلب هي بيوت. اليوم الطالب لازم يشوف مدرسه ما يشوف بيت. الطالب لازم حتى يعرف، هاي صارت اغلب الطلاب تهت عليه المدرسه بين البيت، يعني صارت بيوت على مدارس، فالطالب صغير بعد تودينا مدرسه حقيقيه يجوز يستغرب بها. نعم. يقول شنو هاي شنو، يستغرب البنايه ما شايفها، شايف بيت. فاحنا لازم انه يصير توجه حقيقي لدعم التعليم ووزاره التربيه ودعم القطاع الحكومي هو الرئيسي. نعم. انا اهم شيء اليوم القطاع الحكومي، يعني التعليم مجاني. نعم. استاذ علي، شلون نشوف واقع التعليم بعد 5 سنين او 10 سنين في العراق؟ هذا والله الموضوع لازم نجيب واحد عراف يقول لنا. هذا يعتمد على توجه حضرتك. نعم. هذا يعتمد على توجه الحكومه. اذا توجه الحكومه تريد تبني مجتمع تدعم التعليم والمعلم. نعم. هذا اليوم انا شلون اعرف؟ انا اليوم من اشوف الدوله اليوم خصصت ميزان من الموازنه كذا مثلا 15% من الموازنه لدعم وزاره التربيه، 20% لدعم وزاره التربيه، كباقي الدول المحترمه اللي يهمها التعليم ومهتمه. هسه ميركل ليش جعلت ميركل اعلى اجر المعلم؟ ليش؟ اعترض القضاة والاطباء، قالت لهم أتطلبون مني ان اساويكم بمن علمكم؟ هاي المانيا، شوف المانيا وين وصلت، ليش؟ احترموا التعليم. فاليوم اي دوله محترمه تحترم التعليم فاكيد راح تلقيها متقدمه، راح تلقين ارقى الاطباء، ارقى المهندسين، ارقى يعني شنو اللي ببالك تخصصات حينتج المعلم يصير انتاج صحيح. بعد انا ما افكر اروح بخصوصي، ما افكر بعيش عندي بيت عندي سكن. فهذا كله يعتبر يعني يعتمد العفو على توجه حكومه. حكومه اليوم توجه. هسه انت ابسط مثال، اجتمعوا اعضاء البرلمان قالوا راح ننطي 150، هاي ال 150 والله العظيم خليه يسمعوني، سووا لنا مضحكه بمواقع التواصل كلها تصيح التربويين جدكم ال 150 التربويين 300 وينها؟ هم الموازنه ما قاريه وين 150؟ والله عودين شرعناها بالقانون وان شاء الله اذا قررت الموازنه ب 26 نعم عود يعطوك اياها بس الرجعه. استاذ علي، رساله من حضرتك لاولياء الامور، للطلبه، لكل الكوادر التدريسيه في انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم. احنا ان شاء الله رسالتنا لكل كوادرنا ان نقول لهم انه المعلم ضمير والتلميذ امانه، فهذول ابنائنا وهذول امانه عندنا. احنا لازم رغم كل التحديات اللي نواجهها من قله معيشه وسكن، فلازم احنا نؤدي الامانه بصوره صحيحه، لان المعلم يحمل رساله سماويه مقدسه كرساله الرسل والانبياء. فاحنا هذا واجبنا المهني قبل كل شيء، يعني حتى اذا يعني الامور هاي ما صارت اللي انا حكيتها احنا ما نقصر يا طلاب، هذول ابنائنا. نعم ان شاء الله. ووصايتنا لاولياء الامور انه تابع ابنك يا ولي الامر، ابنك تابعه، شوفه وين يروح، الموبايل اخذه من عنده، لان دراسته اهم من هذه الامور. نعم استاذ علي ثابت محمود، شكرا جزيلا للقاء اليوم، وان شاء الله لقاءات ثانيه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.